مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير بألف صحة جيدة. شهر 10 أكتوبر، شو مخبينا لمولود برج الأسد؟ أسد بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم إشعار بث مباشر. اللي بحب يعمل قراءة خاصة معي بيقدر يشتريها من موقعي على www.mjtarot.com. رح نشوف فنجانكم لهيدا الشهر. أسد، أمور كتيرة رح تتغير عليكم هيدا الشهر ومع بداية الشتوية أو الخريف خلينا نقول، وهذا الفصل شوي بيتعبكم لأنه أنتو من فصل الصيف، يعني معظم الأسد بنهاية الشهر السابع وإلى الشهر الثامن، والشهر الثامن شهر دفء، شهر حرارة، بيعطيكم نشاط، تروحوا على البحر. طبعا مش هالسنة، السنة صار في صعوبات، ولكن بشكل عام أنتم جماعة الشمس، جماعة الإشراق، فبالدخول على الشتاء شوي بصير عندكم نوع من الحزن، القلق، تغيير الجو بيأثر عليكم، المود تبعكم بيتغير، بس هذا شيء متوقع مع الأغلبية. بالنسبة لكم هذا الشهر في مصاري صراحة، في وضع مالي جيد عفوا، في ارتفاع وارتقاء مالي. الأشخاص اللي ابتدأوا شغل جديد ممكن يشوفوا تحسن ابتداء من هالشهر وللست أشهر القادمة. الأشخاص اللي فتحوا مشروع أو عم يفكروا يبتدوا أو يستثمروا بشيء، هذا شهر جيد لبدء هذه الأمور. الأسد رح يستقبل زوار بهذا الشهر، إما عن طريق يجوا لعنده على البيت أو يتصلوا عليه ويكونوا في المنطقة أو يحاولوا يزوروه، حتى لو كان في بلد غير البلد الأم. ممكن يلتقي بأصدقاء إله زمان ما شافهم من أيام دراسة أو من أيام الصداقة، أو أصدقاء كانوا معه بالجامعة أو بالمدرسة أو بعمل معين أو عمل سابق. علاقات كتيرة، اتصالات كتيرة، لقاءات مع ناس، مع أشخاص، تبادل بوجهات نظر حتوصلكن إلى مكان أرقى. ممكن بعض هالناس تنقلكن نقلة موضوعية عملية أو اجتماعية أو ترفعكن إلى مقام عندكم علو مقام أسد هيدا الشهر. أسد بذات الوقت علاقاتكم مع الشريك عم شوف فيها بعض الحدة، فئة منكم حتطالب بحقها من شخصية جرحتها أو ضايقتها أو مش عم تلتزم ضمن شروط العلاقة أو الزواج أو الأشياء اللي عم تمروا فيها بشكل يومي أو ضمن هذه العلاقة. أما جزء منكم المتزوجين فعم شوف قاعدة مع الشريك رح في معاتبة، في كلام، في هدوء عن الخلافات بهالفترة لمصلحة العائلة والأسرة والأولاد. اللي عنده محاكم هذا الشهر عنده نجاح، في مجال ينجح إذا جاب الأدوات أو الأشخاص اللازمين، إذا نظم شهوده، نظم أوراقه، نظم بياناته، وبيقدر أيضا يتجنب المحكمة. اللي داخل حبس ممكن ينظروا إلى وضعه ويحاولوا يساعدوه أو يطلعوه في خلال 10 أيام القادمة. انفراجات كتيرة عند الأسد هيدا الشهر. عفوا، الصحة بشكل عام لا بأس، ولكن هناك معاناة من الطعام. اللي بياكلوا برا ممكن يصير عندهم جرثومة بالطعام، تسمم، بس تسمم يعني بتقولوا له تسمم، بس هو انه بصير مغص واستفراغ على مدة يومين. بدكم تنتبهوا من شراء الأطعمة من الخارج، فبدنا ننتبه على المعدة، المصارين، أمعاء الغليظة، حالات الكتم. بعض منكم ما عم بينتبهوا إلى الأطعمة، لازم تكتروا من الخضرة، شرب الماء والفواكه. أشخاص كتير شايفين عم يعانوا أيضا من القولون وبعض الأمور في الجهاز العصبي. أسد من ناحية الدرس ماني شايفتكم كتير جاهزين، مش كتير محضرين، حابين تتسلوا، حابين تروحوا، حابين تجوا، حابين تجتمعوا مع الناس أكتر من إنه تعدوا تركزوا على الدرس. صراحة أنتم بحاجة إلى الدرس، علاماتكم ستكون متدنية إذا بلشتوا بهالأسلوب هيدا، رح تتعبوا
في منتصف وفي نهاية السنة الدراسية. بعض المدن اللي مبينة عندي هي لندن، فرنسا، هولندا، مبين عندي تونس، مسقط، والمملكة. فما بعرف إذا حتروحوا شغل إلى هذه الدول، لكم أصدقاء، لكم معارف. طبعا هذا بشكل عام، ما في فوت هلأ بالتفاصيل، وبجوز يطبق على الكل، بجوز ما يطبق على الباقيين، بجوز عم تطلبوا هجرة أو عم تسعوا إلى أعمال في هذه الدول، أو من هالدول بدكم تسافروا لجزء من الدول اللي ذكرتها. خبروني شو عم بصير معكم. بدي نبه الأسد من سرقة ممكن تحصل في البيت أو في المكتب، أو في سرقة بعض أوراقه أو معاملاته أو أشياء تتعلق بأموره الخاصة بعمله أو ببيته. الأرقام اللي عم شوفها للأسد هيدا الشهر 21 19 17 55 52 54 و70. أما بالنسبة للأحرف اللي مبينة معي هلأ مش كتير، بس مبين عندي الفاء والباء، الألف والنون. الأحرف ممكن يكون لها علاقة بأشخاص، أصدقاء، أقرباء، عمل، اسم شركة، اسم بناء، رقم بناء، رقم السيارة تبعكم. I don't know. نحن عنا بالسيارة عنا السيارة لها أرقام ولها أحرف، ما بعرف تشتروا شي جديد له أحرف له رقم، انتوا بدكم تفتشوا أنا بعطيكم المفتاح وانتوا بتفتشوا على الباب. الألوان المخصصة للأسد: الأزرق، البرتقالي، الأرجواني، العنابي، مشتقات الأحمر، الخمري أيضا طبعا مشتقات الأحمر، والأبيض. شكرا كتير أسد، بشوفكم إن شاء الله قريب. باي.